انفصال البلوجر أحلام عادل من زوجها مصمم الأزياء المشهور أحمد العجمي بعد زواج استمر 1.5 سنة فقط. ومن 1.5 سنة طلعت أحلام وقالت إنها رجعت من العمرة مضروبة ومتبهدلة ومتطلقة بسبب إنها جابت حبة مصليات على سبيل الهدايا لأصدقائها. وطلع زوجها أحمد العجمي بعد كده وقال: أنا مش بكدب، اللي قالته فعلا، اللي قالته أحلام صحيح، وأنا بتمنى إنها تسامحني وترجعلي. وأكيد هنروح لو وافقت إنها ترجعلي لواحد متخصص يعلمنا إزاي نتفاهم مع بعض ونتعامل مع بعض. وبالفعل أحلام رجعت لجوزها لأنها في الوقت ده كانت عرفت إنها حامل. ورجعت أحلام، وبعد ما رجعت كل متابعينها لاحظوا إنها مش طبيعية ودايما نفسيتها تعبانة ودايما مكتئبة، وترجموا متابعينها إن ده بسبب هرمونات الحمل. وبعدها بفترة اللي هي سنة، وهي أحلام قالت كده في اللقاء التلفزيوني اللي طلعت فيه، حصل الطلاق للمرة التانية. وكان مبرر أحلام إنها شخصية مستفزة وبتقعد تهزر معاه بطريقة مستفزة جدا، وهي بتحب الهزار والتهريج، وهو شخصية جد جدا، مع إن ده في وجهة نظري مش سبب للطلاق. وقالت أحلام إن هي شخصية أوقات منظمة وأوقات بتعيش بعشوائية، وهو شخص منظم جدا، ولكن هي بتحبه وبتحترمه وهو كمان بيحبها. وقالت أحلام إنها تمت الجوازة في 2 أو 3 بالكتير بكتب الكتاب، وكانت جوازة سريعة جدا، مع إنهم شافوا بعض مرة أو مرتين. وبعد الجواز وبعد الخلفة ب2 شهر طلبت أحلام الطلاق وسابت البيت ولمت حاجتها ومشيت. وقالت المرة دي الطلاق ما كانش فيه أي مشكلة حصلت، الطلاق لعدم التفاهم، أنا شخصية مختلفة عنه تماما، وكان الأفضل إن احنا نتطلق ونسيب بعض باحترام علشان نفضل طول الوقت نحترم بعض، وعلشان خاطر ابننا زين ما يشوفش الخلافات اللي بينا وتفضل دنيا بينا فيها خلافات طول الوقت. ونزل جوزها أحمد العجمي تويتة على صفحته الشخصية وقال: قدر الله وما شاء فعل، تم الانفصال رسمي بيني وبين أم ابني، ويشهد ربنا إني ما شفتش منها غير كل خير، وسبب الانفصال عدم تفاهم ليها مني كل الاحترام والتقدير. يا رب ربنا يوفق كل واحد فيهم في حياته الجديدة. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. لو وصلتم معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، دعمكم هيشجعني اني اكمل. واستنوني في فيديو جديد مع توما ترند اليوتيوب.